والله منزلتك في الدنيا على قدرك مع القرآن، ومنزلتك في الآخرة على قدرك مع القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يا الله، ما أعظمها من مرتبة. عند أحمد من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد. قال النبي: فيقرأ ويصعد بكل آية درجة. منزلتك في الجنة على قدر حفظك للقرآن، ليس بعشيرتك ولا بمنصبك ولا بمالك ولا بزوجتك ولا بأولادك ولا بنسبك ولا بسيارتك ولا بمسماك، إنما منزلتك عند الله على قدر حفظك للقرآن.